تأثير اللغة القبطية والمتوارث منها على العامية المصرية. أنا ببساطة شديدة جدا طول عمري كنت بتساءل وبسأل نفسي يا ترى إيه الفرق الكبير الموجود ما بين العامية اللي احنا كلنا بنتكلمها في البيت، في بيوتنا وفي الشارع وفي كل حتة، وبين اللغة العربية الفصحى اللي احنا بنتعلمها في المدارس وبكل الحاجات الرسمية بنستخدمها. جا من فين؟ طيب قعدت في حيرة يعني لغاية لما اتعلمت قبطي وبقيت اتكلم قبطي زي ما انا بتكلم كده مع بعض من اكتر من 30 سنة. فبدت العملية توضح وبديت اعرف حاجات كتير قوي. فمثلا اتأثرت في حاجة، مثلا الحروف، في حروف معينة احنا مش بننطقها لغاية دلوقتي، زي مثلا حرف الث والذال والضاء والقاف، دي مش موجودة عندنا، واحنا لغاية دلوقتي احنا بنقول 2 3 ثعلب تعبان، تمام، توم، مش بنقول ثوم ثعلب، في حين اي حد في شبه الجزيره العربيه اي طفل صغير بيتكلم عادي 3 ثرى، يعني ثدي في لسانه عاديه. وبرضه نفس الحكايه حرف الدال، انا مش بقول مثلا ذهب ذهب او ذره، بقول ذهب وذره، عشان ده ما كانش موجود في اللغه المصريه القديمه او القبطي. فدي اللي هو التاثير اللي هو من ناحيه الحروف. غير كده في تاثير تاني من ناحيه ترتيب الكلام جوه الجمله. مثلا لما اقول لحد انت رايح فين الليله دي، تمام، لو هقولها باللغه العربيه هتبقى اين ستذهب هذه الليله. لو واخدين بالكم الترتيب اللي هو السنتكس مختلف تماما، ما قلتش اين، قلت انت رايح فين اللي هي اين جت بعديها، وقلت الليله دي مش هذه الليله، اسم الاشاره جه بعد الكلمه. كل الكلام ده ليه؟ ده كان بيتقال في القبطي. في القبطي لو انا هقول نفس الجمله دي بالظبط هقول اكنا شيتون امبايجور هيفاي، انت رايح فين الليله دي، بنفس الترتيب، الكلام هو تيبيكال من غير اي حاجه. في طبعا حاجات تانية متوارثه من القبطي اللي هي الشهور القبطيه، تمام، اللي احنا كلنا عارفينها، زي طبعا مش هقولهم بقى كلهم، توت باب هاتور كلها معروفه، وهي نفس الهيروغليفي بالظبط بالمناسبه، يعني مجرد اختلاف طريقه الكتابه فقط، ونفس المعاني ونفس كل حاجه، يعني توت من تحوت، هاتور من حتحور، وهكذا يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه الكلمات القبطيه اللي احنا لسه بنستخدمها لغايه دلوقتي. هو في الحقيقه في كلمات كتيره جدا، انا هكتفي عشان الوقت طبعا بمجموعه صغيره هتقول لنا ازاي الكلام ده وصل لنا. لما نقول مثلا اوكي، هقول الكلمه والرادف العربي بتاعها بسرعه، يعني سك الباب، اغلق العربي، اديني اعطيني، فوطه من شفه، قوطه ثمره، سوري في الكلمه، يعني تف بصقه، نف تمخط، فلافل طبعا، لكلك يعني لكلكه من سلطه، صباطه لو عارفين صباطه البلح او الموز اللي هي صباطه دي قبطي، انكت العصايه دي في الارض معناها اغرسها، كل ده قبطي مصري صميم. امر العيش يعني ايه سويه، لبشه قصب، لبش اللي هي حزمه، بخ الولاد لما بيخضوا بعض، بخ دي معناها العفريت باللغه القبطيه يعني. هلوس لو حد من الصعيد عارف ان هلوس معناها العنكبوت، اوكي. فتفيت، خد القربه، مش تسمعوا خد القربه، القربه هي خد بالقبطي، كلمه قربه معناها خد، اوكي. صهد حر، برسيم، اردب. لما اجي اخير حد اقول له اختار يدا باللغه العربيه الفصحى هي هذا او ذاك، مفيش يا، تمام. شلل، الحلق، والقاس، منجل، سميط، الديق، سميط، الطوبه، بشكور لو حد من الصعيد او من الارياف هيعرف في حاجه كده بيستخدموها في الفرن عشان بيطلعوا فيها العيش مظبوط كده اهو، دي اسمها بشكور. الورد البلدي، الورد كلمه ورد دي كلمه قبطي اساسا. لطش المحفظه يعني معناها سرقها، هي لطش طبعا. الفرش، فرش السرير، كل الكلام ده. توريا حاجه زي الفاس صغيره، كل ده كلام اصله قبطي، تمام. هنتكلم عن المصطلحات القبطيه اللي اترجمت للعاميه المصريه. ده اللي بقول لحد مثلا دلوقتي اقول له انت عامل ايه، انتوا عاملين ايه. طبعا باللغه العربيه الفصحى انا ما ينفعش اقول كده ماذا تفعل او ماذا تعمل، هتتفهم بالمعنى تاني، مش هتتفهم ابدا بمعنى كيف حالك او ازيك. ليه؟ عشان كان بيتقال نفس الاكسبريشن بالظبط في القبطي، بالظبط، اكر اردن انتوا عاملين ايه، هي يعني. كل اللي حصل يا جماعه ان ترجمه المصطلحات والاكسبريشنز اللي كانت بتتقال زمان بالعربي بس، مش اكتر. تمام. وبرضه ايه اللي حصل، اللي هي بت، دايما بنقول اللي، ايه اللي حصل اللي بعده اللي هي اوبد من نسوف مثلا، اوكي.
وطبعا كل الكلام ده انا حاطط هنا، دي كلها موجوده في مخطوطات، سواء مخطوطات عاديه دوكيومنتس او في العهد القديم او في اي حاجه، بس دي مخطوطات قبطيه اثناء ما كانت اللغه هي اللغه الوحيده بتاعت الشعب المصري يعني. استفهام بالصيغه ده المثل اللي انا قلته انت رايح فين الليله دي. في بقى المبني للمجهول، احنا عامه مش بنقول في العربي موسيقى ضرب حاجات زي كده، بنقول ما سمعتش فلان ده مسكوه ضربوه حطوه في السجن او كده. ليه؟ عشان اللغه القبطيه كان التعبير عن المبني للمجهول بضمير الغايب هم، فبنقول مثلا مسكوه اللي هي او اموني اموف، ضربوه او شاري اروف، حطوه مش عارفين او كاف، نفس الاكسبريشنز اترجمت. فده يهمني اكتر من مجرد ان وجود بعض الكلمات من اللغه القبطيه مستمره، لا، اللي يهمني اكتر الجرامر، السنتكس، ترتيب الكلام جوه الجمله، ده اللي يتبع المصري القديم. طيب برضو في تعبيرات، ما سمعتش فلان اخذ فلان، يعني ايه اخذ؟ اتجوز. لو العربي ما ينفعش اقول اخذ، تزوج، في كلمه تزوج، بس هي تشي بمعنى اخذ وبتدي نفس المعنى ان هو يتجوز. طيب ما تقفل الباب كويس او ما توطي صوتك شويه، انا صوتي عالي مش عارف صوتي عالي. ما دي ايه في اللغه العربيه الفصحى؟ هي في ما النفيه او ما اسم موصول بمعنى الذي، لكن ما اللي هي صيغه الامر دي لا، دي قبطي، دي موجوده في القبطي فقط. بس مش على طول على فكره القبطي، في بعض الصيغ القبطي في ما طبعا. لما اقول هات الكتاب بتاع فلان، ايه بتاع ده؟ او الملكه بتاعه انجلترا. احنا في العربي نقول كتاب فلان على طول، كتاب شريف اي حد، ملكه انجلترا، مش لازم نقول بتاعه. احنا متعودين دايما نقول بتاعه كذا، بتاع كذا. دي جايه من الكلمه قبطي اللي هي ان ده، انا بنطق قبطي بالبحيري قديمه، ان ده اللي هي اوف ذا بوك اوف، كان في اداه اللي هي زي اوف بالانجلش اترجمت بان قلنا الكتاب بتاع فلان. لما اقول مثلا حد بيدور على شيء الفلاني، بيدور دي بالعربي بتاعها ايه؟ يبحث، تمام. لكن ايه يدور؟ يدور، هي الابتيكودي برضو بمعنى نفس المعنى، واللي هو يدور بمعنى اللي هو يبحث. كل دي ترجمات. طيب حاجات تانية مثلا اللي يقعد، لو قلت انا قاعد مثلا، حد قاعد في مصر او اسكندريه، مش هنترجمها عربي جالس في الاسكندريه، مش هيستقيم المعنى يعني. فبالظبط افهام سيخن كامي او راكودي معناها قاعد، معناها ايه؟ مقيم، تمام. او قعدت عنده يوم. كل الحاجات دي على فكره متاخده من الحاجات مخطوطات، والشواهد كاتبها بخط صغير يعني. مثلا ايموس هداف وهو يعني قعدت عنده يوم، او قاعد في همه، افهام سيخن بفروش، نفس الحكايه. وتاكل بقى في العاميه المصريه عندنا ليها برضو معاني كتيره قوي. لو قلت لغايه امتى هتفضل تاكل في نفسك، او او قلبي واكلني، لو هترجمها بالعربي قلبي ياكلني، مش عاديه، مش فاميليار يعني. فهي دي عشان نفس الكلام، ان هو مثلا بهات فوم امي قلبي واكلني. اخر حاجه برضو يمشي، احنا متعودين يمشي، لكن بنقول اللبس ده ماشي مع بعض بمعنى لايق، صح؟ مفيش حاجه اسمها يمشي بالمعنى ده، ممكن يتماشى بس لا يعني، ومش معنى مألوف يعني. فلما عشان كان ده برضو من مخطوط، حد بيقول هبقى اعمل طاقيه عشان تمشي مع الهدوم دي، ده بالصعيدي دي ندامي هيركلافت انسموشي من نهايدي، يعني نفس المعنى، هعمل ده عشان يمشي مع ده، يمشي بمعنى لايق. فاحنا في كلام كتير قوي احنا بنستخدمه ومن غير ما نفكر، عشان احنا اتولدنا حاجه سبونتينيوس تلقائيه من غير ما نعرف ان كل الحاجات دي اصلها مصري. ولما اقول قبطي طبعا انا قصدي مصري، مفهوم يعني. طيب وبرضه يمشي، لما نقول مثلا ايه، انا ده فلان ده ماشي ورا فلان، لو كتبتها باللغه العربيه الفصحى يمشي وراءه، هي معناها بيمشي وراه، لكن مش معناها يتبعه، عشان دي مصطلح قبطي بيتقال موشي انصوف، معناها يتبع فلان. طيب مثلا انا بقول الكلام ده، حد بيقول لي ايه هو اللي انت بتقوله ده، حد بيكلمني انا فايه هو دي جت من فين؟ برضو كان في تعبير بالقبطي اللي هي او انتوف بتجوف، هو ايه هو، كلمه هو بالقبطي هي انتوف، اترجمت بس. فاحنا مجرد احنا، مش احنا طبعا، اجدادنا لما بدوا يتعلموا عربي حطوا الاكسبريشنز من غير ما يقصدوا في المصطلحات، وده عادي جدا. اي واحد اجنبي لما تسمعوا اي واحد اجنبي بيجي بيتكلم عربي او اي لغه بيبقى يتكلم مكسر، بيحط هيز اون اكسبريشنز وتضحك شويه، بس هي كده. طيب لا لسه في حته قبليها باك سبيس. لما نقول مثلا طبعا اوكي وش، ماليش وش، ليس لي وجه، يعني ايه ليس لي؟ ما عنديش انا وش يعني، لا ماليش وش بالمعنى اللي كنا فاهمينه برضو. ده كله ده قبطي ام ونهلين هو اموي.
لما نقول يدي دي ليها معاني كتير قوي بنستخدمها في العاميه. مثلا نقول الشيء مثلا مدي على ابيض، مدي على لون اي حاجه. مدي معناها ايه؟ اللي هو مايل على، ده برضو ابتي، دي اب وباش. طب ضربونا، ادونا على دماغنا، ادونا ها اديته على دماغه، اعطيته على راسه، اعطيته، لا هي ضربته ها. كل ده اكسبريشنز ابتي. تمام. انسديه هون ابن هو. انا بتكلم بسرعه شويه بس عشان شويه التاخيرات، عشان سريع عليكم زياده ولا معقول كده؟ سريع 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 طيب ربنا يخليك، ميرسي. لا ما انا حسبت، انا عملت تمرين في البيت كتير بخلصه في 10 دقائق او 11 دقيقه مش اكتر يعني. طيب اسم الاشاره بيجي بعد الاسم. تمام. بمعنى بقول الكتاب ده بايجوم فاي، السنه دي دايروم بيتاي، الكتابين دول مثلا او الكتب دي ناي جوم ناي. دايما اسم الاشاره بيجي بعد الاسم، مش هذا الكتاب او هذه السنه او هكذا. كل ده برضو تعبيرات مصري قديم او ابتي. اخر حاجه، انا خلاص خلصت تقريبا وانا عارف ان انا ما خلصتش، ما كملتش 12 دقيقه. حرف النون بيتحول لميم، دي ظاهره معروفه في اغلب اللغات وبرضه ليها جذر قبطي، عشان اللغتين الاساسيين في البحيري والقبطي غالبا، مش شرط يعني، بس غالبا برضه فيهم نفس الحكايه. لما اقول مثلا جنب، احنا كلنا بنميل انه لها جنب بالميم. مثلا انبيه بالميم، برضو انبا بتطلع بالميم، انبوبه مش انبوبه، عشان الظاهره دي برضو كانت موجوده في القبطي، ان حرف النون بيتحول لميم قبل البي او البي، يعني العربي ما فيهوش بي بس البه يعني. تمام. نفس البايما وهكذا. ودي قائمه بالمراجع اللي انا اعتمدت عليها طبعا. في كرامز كوبتك ديكشنري مشهور قوي، اكبر قاموس قبطي. في كوبتك اونلاين ديكشنري معروف لكل المهتمين بالقبطيات. في ريمنكيمي اونلاين ديكشنري برضه، وقاموس ممتاز وهايل جدا. قاموس معوض داوود وهو اسكندراني الله يرحمه يعني. وبقيه الحاجات المراجع طبعا كلها. واشكركم.